يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في خبايا العالم ده في قصص وعادات لو ما كانتش متصورة بالفيديو ما كانش حد صدق إنها موجودة. النهاردة انت داخل منطقة غريبة، هتشوف رجالة في الهند بيستسلموا لضرب الستات، وهتطير معانا لأفريقيا عشان تقابل سحر بيخلي الحجر يتحرك. ومش بس كده، ده انت هتشوف أغرب اختبارات الرجولة اللي ممكن تتخيلها، وفنون كانت بديلة للسينما من مئات السنين. وفي النهاية هوريك كائن مرعب من فصيلة القوارض حجمه هيخضك. ركز معايا في كل دقيقة، لأن اللي جاي ده حقيقي مش مجرد كلام. ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب التقاليد المنتشرة في شوارع الهند، ولو شفتها هتخاف على نفسك. مش عايزك تستغرب، في عيد في الهند اسمه لسمار هولي. الناس كلها بتتجمع في الشارع والرجالة بتقعد في الأرض، وبعد كده بتيجي الستات أو بتيجي مراته تضربه بالخشب. والمعلومة اللي هتجننك إن الضرب ده عندهم مش إهانة، بالعكس ده اعتقاد قديم إن الضرب ده بيطرد الطاقة السلبية وبيجيب الحظ السعيد للراجل طول السنة. ودي طبعا حاجة غريبة جدا ولكن موجودة. سيبك بقى من شوارع الهند وتعال نشوف سحر أفريقيا المرعب. تعال بقى أوريك أغرب أنواع السحر اللي موجودة في العالم، واللي بيسموه بالسحر الأسود. أيوة يا سيدي، في أفريقيا في دول زي تنزانيا وكينيا ودول كتير بيستخدموا حاجة بيسموها بالسحر الأسود، بالطريقة اللي انت شايفها قدامك دي. بيخلوا الحاجات تتحرك من غير ما يكون جواها روح. وخد المفاجأة دي، الموضوع هناك مش مجرد خيال، ده السحر ده جزء من طقوس قبائل الفودو اللي بتعتقد ان الأرواح هي اللي بتنفذ الأوامر دي، لدرجة ان في مناطق كاملة بتخاف من مجرد ذكر أسامي السحرة دول. وعلى فكرة السحر ده مشهور جدا. سيبك من غموض أفريقيا وتعالى نرجع للهند نشوف اختبارات الرجولة. تعال بقى أوريك أغرب العادات والتقاليد اللي موجودة في الهند واللي ليها تاريخ قديم جدا. لو عايز بس تثبت إنك راجل يبقى لازم تعمل اللي قدامك ده، وعشان حتى تتجوز هتنام في الأرض وبعد كده هيحطوا عليك حجارة ويكسروها بالشاكوش. واللي لازم تعرفه إن الطقوس دي جزء من احتفالات الفيشواكارما، وهم بيعتقدوا إن اللي بيقوم بالمهمة دي بيبقى في حالة روحانية عالية بتخليه ما بيحسش بالألم ولا جسمه بيتأثر بضربات الشاكوش دي. تخيل بقى الثقة اللي بتبقى عندهم وهم بيعملوا كده. سيبك بقى من كسر الحجارة وتعال نشوف سينما الغلابة زمان. تعال بقى أوريك فن العرايس اللي موجود في الهند، واللي بيعتبروه هو السينما القديمة من مئات السنين. الفن ده كان بيحكي قصص أسطورية وحكايات شعبية بطريقة مبهرة، والناس كانت بتتجمع وتتفرج عليه وكأنه فيلم سينمائي بالظبط. واللي لازم تعرفه إن الفن ده اسمه الكاثبوتلي، بس المفاجأة إن أصل اختراع العرايس المتحركة أو البابتري بدأ من عندنا هنا في مصر القديمة. الفراعنة هم أول ناس في العالم اخترعوا العرايس اللي بتتحرك بخيوط من آلاف السنين، وبعدها اتنقلت للهند وبقية العالم وبقت فن شعبي وتاريخي ملوش زي. سيبك من خيوط العرايس وتعال نشوف وحوش بتمشي على الأرض. تعال بقى أوريك أغرب القوارض اللي موجودة في العالم واللي بيسموها بالقوارض العملاقة. أيوة يا سيدي، في بلاد زي البرازيل والأرجنتين ودول كتير في أمريكا الجنوبية بيعيش فيها حيوان اسمه الكابيبارا، وده أكبر نوع من القوارض في العالم. وزنه ممكن يوصل ل70 كيلو وطوله بيبقى كبير جدا. والمفاجأة بقى إن الكابيبارا ده مش بس ضخم، ده بيسموه صديق الجميع في عالم الحيوان، لأنه هادي جدا لدرجة إن التماسيح والطيور بيقعدوا جنبه من غير ما يهجم عليهم. والأغرب إنه بيقدر يغطس تحت المية لمدة 5 دقايق كاملة عشان يهرب من أي خطر. فعلا كائن محير وعجيب. سيبك من هدوء الكابيبارا وتعال نركب أغرب وسيلة مواصلات. تعال بقى أوريك وسيلة مواصلات هتقدر تروح بيها لأي مكان، وكمان تكلفتها قليلة جدا. الجهاز اللي قدامك ده عبارة عن عجلة صغيرة بتشتغل بالكهرباء. كل اللي عليك إن أنت هتركب عليها وهتتحرك بيها زي ما أنت شايف. والغريب كمان إن السرعة بتاعتها بتوصل لحوالي 30 كيلو في الساعة، يعني هتطير. واللي لازم تعرفه إن الاختراع ده اسمه المونوويل أو الإلكتريك يونيسايكل، والسر الحقيقي في ثباته هو تقنية التوازن الذاتي أو السيلف بالانسنج. يعني الجهاز جواه حساسات ذكية بتعدل وضعها آلاف المرات في الثانية عشان تفضل متزن وما تقعش مهما كانت السرعة. تفتكروا دي هتبقى وسيلة المواصلات الأساسية في المستقبل؟ وبكده نكون وصلنا لآخر فيديو النهاردة. يا رب تكون العجايب دي عجبتكم وسلتكم شوية في صيامكم. وقبل ما تروحوا تفطروا ما تنسوش تخبطوا اللايك المتين وتقولوا لي في التعليقات ايه اكتر حاجة صدمتكم النهاردة، وهل نفسكم تجربوا المونوويل دي في شوارعنا؟ وكل سنة وانتوا طيبين، ورمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم، صوما مقبولا وإفطارا شهيا، وما تنسوناش من دعواتكم الحلوة وقت المغرب. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.